يوم 29 يناير اللي فات ده وصل سعر الذهب العالمي ل 5600 دولار للأونصة الواحدة. بس الفكرة ان الارتفاع ده ما كانش مفاجئ، لأن الذهب كان بقاله سنة سعره عمال يزيد ويوصل لأرقام قياسية. اللي كان مفاجئ فعلا هو اللي حصل تاني يوم 30 يناير لما تصحى الناس وتتفاجئ ان الذهب وصل سعره ل 4700 دولار للأونصة الواحدة في ساعات قليلة جدا. بعدها بدأ يزيد بوتيرة ضعيفة جدا لغاية ما وصل لسعر 4685 دولار للأونصة، واستقر عند السعر ده علشان يكون الذهب خسر 10% من قيمته في ساعات قليلة جدا أو في يوم واحد، ودي أكبر نسبة خسارة في سعر الذهب من سنين كبيرة جدا. الناس بدأت تتخض، واللي كان عنده سبيكة عينها قالك لما أجري وبيعها، وبدأ يطلع أقاويل كتير اشتروا ذهب دلوقتي، لا بيعوا الذهب دلوقتي، ومحدش كان فاهم إيه اللي بيحصل. السؤال هنا بقى إيه اللي وصل أصلا سعر الذهب ل 5600 دولار؟ وليه نزل بسرعة رهيبة جدا وجنونية لغاية 4700 دولار؟ هل في سبب معين؟ والسؤال الأهم، هل الذهب اللي أنا معايا وشاريه وعاين فلوسي فيه دلوقتي في خطر؟ يعني انا ابيع ولا اشتري ولا اعمل ايه بالظبط؟ دي الاسئله اللي هنحاول نجاوب عليها في حلقه النهارده. لو اول مره تشوفني اعمل سبسكرايب في القناه ولايك للفيديو. انا محمد فرج وده كلير فيو. الحكاية كلها تبدأ مع حبيب قلبي وحبيب قلب كل صناع المحتوى اللي احنا من غيره مش هنلاقي حاجة نقولها، دونالد ترامب. يوم 6 نوفمبر 2024 تم الإعلان عن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية. بمجرد الإعلان عن فوز دونالد ترامب حصل هبوط في سعر الذهب حوالي 2-3%، والهبوط ده كان منطقي لأن وعود دونالد ترامب الانتخابية هي إنه هيقوي الاقتصاد الأمريكي، هيوقف كل الحروب اللي في العالم، كل حاجة هتبقى تمام وجاي ظاهر للناس بصورة المخلص. ولكن مع مرور الأسابيع والشهور بدأ يتضح للناس سياسات دونالد ترامب وفشله في حل أي صراع من الصراعات العالمية اللي هو وعد إن هو هيحلها. حتى الاقتصاد الأمريكي بدأ يفرض جمارك على البضائع اللي بتيجي من الصين والاتحاد الأوروبي علشان يضغط عليهم علشان يعملوا له اللي هو عايزه، سواء بضغطه على الاتحاد الأوروبي علشان يبيعوا له جزيرة جرينلاند أو الصين علشان تستورد منه بضائع أكتر. ده غير الحروب اللي هو بدأ يعملها. عندك الحصار اللي عمله على فنزويلا وخطف بعدها الرئيس نيكولاس مادورو، وعندك برضو الحرب اللي هو عايز يبدأها مع إيران، عملنا عليها حلقة ابقوا اتفرجوا عليها. ده غير خناقاته المستمرة وانتقاداته للسياسات النقدية لرئيس البنك الفيدرالي الأمريكي الحالي جيروم باول. كل التصرفات دي أدت في الآخر إن الدولار بدأ يضعف. وخدها قاعدة كده في الاقتصاد، الذهب والدولار دايما عكس بعض، ده يزيد ده يقل، ده يقل ده يزيد. فنتيجة لكل اللي ترامب عمله ولسياساته الخارجية والحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها دي، بدأ الدولار يضعف وبدأ الذهب قيمته تزيد. وعلى مدار سنة 2025 وصل سعر الذهب لأسعار قياسية ما كانش وصل لها قبل كده. الذهب عمره ما كان كسر سعر 3000 دولار للأونصة، كسرها وعدى. وبدأ المستثمرين والاقتصاديين يتوقعوا أسعار جنونية للذهب. في الناس اللي طلعت تقول الذهب هيوصل ل 7000 و 8000 دولار للأونصة، وده بدوره خلق طلب متزايد على الذهب كملاذ آمن علشان المستثمرين خايفين من الدولار ومن السياسات النقدية أو السياسات الخارجية لترامب. ولكن الفكرة بقى كلها هنا إن كل اللي احنا قلناه ده ما يوصلش أبدا سعر الذهب ل 5600 دولار. إيه بقى اللي حصل علشان سعر الذهب يوصل ل 5600 دولار؟ كلمة السر هنا هي عقود خيار الشراء أو الكول أوبشن. من غير تعقيد ومن غير أي حاجة خلينا أديلك مثال يفهمك ايه هي عقود خيار الشراء او الكول اوبشن. تخيل معايا ان انت معاك في ايدك 100 دولار وسعر الذهب النهارده 150 دولار، بس انت شايف ان الذهب عمال يزيد عمال يزيد ومتوقع انه في خلال شهر هيوصل سعره ل 200 دولار. طيب انت عايز تشتري كمية كبيرة من الذهب وانت ما معكش اصلا غير 100 دولار، تعمل ايه علشان تكسب مكاسب كبيرة؟ هتاخد ال 100 دولار اللي معاك دي وتقوم رايح للراجل بتاع الذهب تقول له خد ال 100 دولار دي بتاعتك، بس انا عايزك تديني ورقة تتعهد لي فيها ان كمان شهر هاجي اشتري منك الذهب ب 185 دولار مهما كان سعره، وهشتري منك عدد معين وليكن 100 جرام او 100 وحدة من الذهب. ولكن في حالة ان انا ما نفذتش معاك العقد اللي ما بيننا ده، ال 100 دولار بتاعتك، ولو جيت ونفذته برضو ال 100 دولار بتاعتك. ولكن انت ملزم انك بعد شهر من النهاردة تبيع لي الذهب ب 185 دولار
مهما وصل سعره. الراجل يوم قايل لك طيب تمام وياخد منك $100. تيجي انت بعدها بشهر تلاقي الذهب وصل سعره $200 زي ما انت كنت متوقع بالظبط. هتقوم رايح للراجل ومديله الورقه اللي هو ماضي لك عليها، تقول له انت وعدتني هتبيع لي 100 جرام بسعر $185، فانت ملزم حاليا تبيعهم لي بالسعر ده، هاتهم واشتريهم مني تاني. النهارده الذهب سعره $200 وهات لي بقى الفرق اللي ما بينهم. فانت اصبح بقى معاك 100 جرام ذهب والفرق $15. اضرب $100 في 15 ب $1500. اصبح الراجل بتاع الذهب مجبر يديك $1500 في ايدك وانت ما دفعتلوش غير $100 فقط. هي دي ببساطة عقود خيار الشراء أو الكول أوبشن. ولكن طبعا الموضوع ما بيحصلش من فرد زيي والراجل بتاع الذهب، الموضوع كله بيكون مستثمرين في الذهب بيروحوا عن طريق شركات وساطة يشتروا عقود خيار الشراء. العقود دي بقى اللي بيعملها بتكون مؤسسات مالية ضخمة زي بنوك استثمارية أو صناديق تحوط. هتقول لي طب ما ممكن ما يشتريش مني الذهب على ال200 ويقول لي أنا مش شاري منك الذهب. الفكرة إن إحنا هنا بندي مثال فقط، لكن اللي بيحصل على أرض الواقع ما بيكونش أنا رايح للشخص بتاع الذهب، ده ما بيحصلش. اللي بيحصل ما بين مستثمرين ومؤسسات مالية ضخمة، فهو مجبر يبيع لي الذهب ومجبر يشتريه مني لان انا ما بيني وما بينه عقد. وفي نفس الوقت العملية ما بتتمش عن طريق ذهب حقيقي او ذهب فيزيكال، هي مجرد ارقام على الشاشات. دوسة اشتريت الذهب، دوسة بعت الذهب والفرق دخل في جيبي وبقيت انا تمام. هتقول لي طب ايه بقى المشكلة في الراجل؟ له ما عادي، ما الناس طول عمرها شغالة في الموضوع ده واكيد الموضوع ده مش جديد. هقول لك انت صح، ولكن اللي حصل في اواخر شهر يناير اللي فات ده ان السوق دخل في حلقة مفرغة، نتيجة ان الشركات والمؤسسات بقت بتشتري ذهب علشان تأمن نفسها. هتقول لي مش فاهم، هقول لك اشرحها لك بالراحة. زي المثال اللي فات اللي احنا حكيناه، الراجل بتاع الذهب اللي انا قلت له هاجي اشتري منك الذهب ب 185، الراجل ده شايف ان السوق في صعود في صعود في صعود مستمر، فحس ان انا هاجي انفذ معاه العقد اللي انا متفق معاه عليه. طب يعمل ايه ساعتها؟ بدأ يروح يشتري كمية الذهب اللي احنا متفقين عليها بسعر اقل من السعر اللي احنا متفقين عليه. يعني راح مثلا يشتري الذهب ب 150 او ب 160، وبالتالي حصل عملية شراء للذهب اكتر فالطلب زاد، ففعلا سعر الذهب وصل ل200. فانا رحت حققت الشرط او الرهان بتاعي اللي انا متفق عليه معاه وكسبته وخدت الفرق. جيت تاني كررت العملية، قلت له هتديني عقد خيار شراء تاني ولكن المرة دي ان الذهب يبقى ب 215. هو بقى خايف اكتر، شايف ان الذهب في صعود مستمر، راح اشترى ذهب تاني ب200، ونتيجة لده بدأ الذهب يرفع تاني، فانا كسبت الرهان. فضل الدايرة مغلقة ما بين المستثمرين وما بين المؤسسات المالية الضخمة. المستثمرين يراهنوا ان سعر الذهب هيزيد، والمؤسسات المالية تشتري ذهب علشان تأمن نفسها، علشان لما يجي حق الشراء يتفعل تقدر تنفذ حق الشراء ده وما تخسرش فلوس. وبالتالي بدأ الذهب يزيد بوتيرة رهيبة، بالأخص في شهر يناير اللي فات ده. وأصبح الاستثمار في الذهب هو النبوءة اللي بتحقق نفسها. يعني أنا براهن إن الذهب هيزيد وهو فعلا هيزيد علشان أنا بشتري ذهب. ففضل سعر الذهب يضرب 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 لغاية ما وصل $5600 للأونصة. الفكرة بقى كلها إن المستثمرين الكبار كانوا شايفين إن السعر ده مبالغ فيه وإن لازم يحصل تصحيح للأسعار، ولكن نتيجة للطمع كله كان بيفضل يراهن على إن الذهب هيزيد زي ما قلنا في عقود خيار الشراء. وفي نفس الوقت كله كان مستني الشرارة أو الخبر اللي هيحصل علشان سعر الذهب ينهار ويبدأ كله ينط من المركب. وطبعا الشرارة دي هتيجي من عند مين؟ مفيش غيره، دونالد ترامب. ظهر دونالد ترامب يوم 30 يناير وأعلن عن المرشح الجديد لرئاسة البنك الفيدرالي الأمريكي واسمه كيفن وارش. هتقول لي طب ايه المشكلة يعني اعلن عن المرشح الجديد؟ هقول لك افهم. اصلا دونالد ترامب في معارك مستمرة وخلافات على السياسات النقدية بتاعة جيروم باول اللي هو رئيس البنك الفيدرالي الحالي، فكل الناس وكل المستثمرين كانوا متوقعين ان دونالد ترامب لما يرشح حد، وعلى فكرة دونالد ترامب بيرشح بس هو ملوش ان هو يعين رئيس البنك الفيدرالي، فالناس كلها كانت متوقعة ان دونالد ترامب لما يرشح حد هيكون مرشح حد ماشي على سياساته او ماشي على هواه. ولكن اللي حصل ان ترامب فاجئ الدنيا كلها ورشح كيفن وارش. كيفن وارش معروف ان سياساته النقدية متشددة زيه زي جيروم باول بالظبط. يعني الراجل ده هيجي يا اما هيرفع اسعار الفايدة بسبب التضخم اللي حاصل في امريكا دلوقتي، يا اما هيسيبها زي ما هي ثابتة، وبالتالي رفع اسعار الفايدة او تثبيتها هيؤدي في النهاية ان الدولار يزيد. وزي
وزي ما قلنا في الأول لما الدولار يزيد اللي يحصل في الذهب على طول ينزل. فبمجرد ان دونالد ترامب اعلن فقط عن المرشح الجديد لرئاسة البنك الفيدرالي الامريكي، بدأ حملة انهيار واسعة جدا في سعر الذهب، وبدأت كل الناس تبيع الذهب في لحظة واحدة، وده اللي سبب الانهيار الكبير في سعر الذهب. هتقول لي يعني هو الإعلان ده بس هو اللي سبب انهيار الذهب؟ أكيد مستحيل. هقول لك لا طبعا ده مش السبب. احنا قلنا من الأول إن سعر الذهب كان مبالغ فيه وكان مقيم بأكبر من سعره، وكل المستثمرين كانوا مستنيين موجة تصحيح، ولكن ما كانش في حد مستني إن الموجة التصحيحية تحصل بالوتيرة السريعة دي أو بالخسارة الفادحة اللي حصلت في الذهب. كله كان متوقع إن الوتيرة هتبقى متباطئة، خلال أيام أو أسابيع هيبدأ مستوى الذهب ينزل ويستقر عند سعر معين، ولكن خبر ترشيح كيفن وارش كان هو الشرارة مش أكتر، وكل المستثمرين خافوا وبدأوا ينطوا من المركب. هتقول لي طب فراجله يعني أنا دلوقتي أنت فهمتني الذهب زاد ليه والذهب نزل ليه بسرعة؟ الذهب اللي معايا بقى أنا أعمل فيه إيه؟ بص يا صاحبي، خليني أعرفك حاجة كده بسيطة من الأول. الذهب عمره ما كان أداة استثمارية، يعني ما تفتكرش ان انت عايز تشتري الذهب علشان سعره لما يزيد تبيعه وتكسب فيه، ده مش حقيقي. الذهب هو أداة لحفظ قيمة المال، يعني أنا بشتري الذهب علشان أحفظ قيمة فلوسي من الانهيار. الفلوس الورقية مهما فضلت عندي قيمتها بتقل مع مرور الزمن، نتيجة بقى للتضخم ونتيجة لحاجات كتير جدا اقتصادية مش وقته ان احنا ندخل فيها دلوقتي. ولكن الذهب سعره بيحفظ لي قيمة الفلوس، يعني أنا الذهب اللي معايا النهاردة سعره قد كده، بعد يومين سعره قد كده، ده حفظ لي قيمة الفلوس ما زودها ليش. فأنا نصيحتي ليك لو معاك ذهب سيبه وما تفكش أو تبيع ذهب غير على قد اللي انت محتاجه فقط، واعرف دايما ان سعر الذهب على طول هيفضل في زيادة مهما تذبذب، ومهما الذهب طلع ونزل صعود مفاجئ او هبوط مفاجئ اتجاهه دايما للصعود. واعرف كويس ان انت ما ينفعش تقيم سعر الذهب من خلال يوم او يومين او جلسة استثمارية واحدة. سعر الذهب بيتقيم بالسنة او الاتنين او الخمس سنين. يا رب اكون قدرت اوصل لك الصورة من الاخر وافيدك حتى لو بمعلومة واحدة. كان معاكم محمد فرج، سلام.